السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دعاء الشهوات. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيكه اللي كتجي بالشوكولات، كتجي شيشه وبنينه في نفس الوقت. غادي نبداو في المقادير على بركه الله. غادي نحتاجو عندي هنايا 4 بيضات، 3 ملاعق كبار من الكاكاو، عندي ساشيه ديال خميره الحلوى من تاع 15 غرام، عندي واحد الساشيه ديال الفاني سكر فاني، كاس ديال السكر حبيبات ما يعادل 150 غرام، عندي كاس ديال العنبه ديال الزيت كذلك 150 غرام، كاس ديال الماء، واحد القرصه ديال الملحه، وعندي هنايا الدقيق 2 كؤوس من هاد الكؤوس ديال الدقيق اللي منخول. في اناء غادي نهرسو، غادي نديرو البيض بهذا الشكل، غادي نزيدو السكر، غادي نزيدو خنشه ديال السكر فانيلا، غادي نضربو جيدا، نضربو الخليط حتى يصير لنا ابيض يتماسك البيض مع السكر. من بعد ما ضربنا البيض مع السكر جيدا بهذا الشكل هذا، غادي نزيدو الزيت، نديرو رشه من الملح، رشه خفيفه باش حيد لنا الزفوره للبيض. غادي نستمر في الخلط حتى يتماسك العناصر مع بعضها. غادي نزيدو الماء اللي عادي، غادي نستمر في الخلط بهذا الشكل هذا. غادي نديرو 3 ملاعق من الكاكاو، كاكاو عادي. غادي نحاولوا نخلطوا جميع العناصر. من بعد ما خلطنا الخليط وصار جاهز بهذا الشكل، غادي نديرو الفرينه بهذا الشكل، غادي نزيدو خميشه ديال الحلوى اللي قلنا 15 غرام، غادي نخلطو غادي نزيدو الفرينه المتبقيه، غادي نخلطو الكل. من بعد ما خلطنا الخليط وصار جاهز بهذا الشكل هذا كما تراو، تجي العجينه هكذا، ما تجي قاصحه ما تجي جاريه، تجي متوسطه. غادي ناخذ مول بهذا الشكل هذا، انا عندي مول حوالي 25 سنتيم غادي نخويو الخليط ديالنا بهذا الشكل. من بعد طبيعه الحال دهنا المول ورشيناه بالدقيق، غادي نحطو الخليط ديالنا. انا على فكره الفران ديالي راه يسخن من قبل، هذا الفران يسخن، غادي نديرو على درجه حراره 180 ونخليو الحلوه حتى الكيكه ديالنا حتى تطيب. ندخلو فيها واحد الموس اللي خرج ناشف بان ما طابت. دابا الكيك ديالنا جاهز، غادي ندخلوه للفران ومن بعد نتلاقاو. من بعد ما خرجنا الكيكه ديالنا وخليناها بردت شويه وصارت جاهزه بهذا الشكل هذا، انا غادي ندوز بالنسبه للكلاصاج. بالنسبه للتزيين انا عندي هنايا حوالي 200 غرام ديال الشوكولاط الاسود اللي درتو ذوبتو في حمام مائي بهذا الشكل هذا. انا غادي نحاول غادي نطالي الكيك ديالنا، نطالي له الوجه بهذا الشكل، غادي نحطو فوق الكيك. غادي نحاول نكب الشوكولات فوق الكيكه ديالنا كامله بهذا الشكل هذا
باش ما تبقى حتى حاجه تبان بهذا الشكل. كتجي رائعه في الحقيقه هاد الكيكه هذه. نحاول نديرو لها حتى في الجوانب. بواسطه ملعقه او حاشا عندكم. من بعد ما دهنا وجه الكيك ديالنا كامل كما ترون بالشوكولاط الاسود، دابا انا غادي نزينها عاود بالشوكولاط الابيض. الشوكولاط الابيض بحال هذا الشكل هذا اللي دوبته حتى هو كذلك في حمام مائي، وتاخذوا اي بلاستيك عندكم او الجيب الحيواني. بهذا الشكل انا درته في بلاستيك، وغادي نحاول نزين به الكيك ديالنا من الافق بهذا بالشكل هذا كما ترون. بهذا الشكل هذا انا بديت ندير خطوط بحال هذا الشكل. نديرو خطوط غادي نزيد هنا شويه. وغادي ناخذ واحد العود بحال هذا الشكل هذا، وغادي نديرو خطوط بحال هذا الشكل. غادي نديرو من الافق ونعاودو منها بهذا الشكل هذا. ندورو كذلك بهذا الشكل، يعني نبقاو غاديين نديرو خطوط فقط. هذه كفكره، وكل واحد له الاختيار كيبغى يزوق. انا اختاريت نزوقها بهذا الشكل هذا، وانتم كما حبيتوا تختاروا. كيكه كتجي لذيذه في المذاق. بهذا الشكل. فوالا اعزائي المشاهدين، كيكه ديالنا من بعد ما زيناها بالشوكولاط الاسود كما ترون، ودرنا لها خطوط بالشوكولاط الابيض، صار جاهزه بهذا الشكل هذا. انا درت لها شويه الاموندي فيلي من الجوانب كما ترون، يعني زينتها باللوز مرحي في الجوانب، وانتم لكم الاختيار في التزيين. نتمنى اعزائي المشاهدين الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتشاركوا معنا في القناه، واللي مازال ما مشاركش يشترك باش تعم الفائده للجميع، وتضغطوا على الزر الاحمر الى عجبكم الفيديو، وديروا لنا لايك وتبارطاجيو لاباج ديالنا. ونتمنى لكم نشكركم على حسن متابعتكم، وما تنسوش تخليوا لنا الاراء ديالكم في التعليقات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم، والى فيديو قادم باذن الله. الى اللقاء.